ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ فيديو النهارده الجزء التاني من ميك اب العروسه. ده بقى لكل بنوته بتحب الميك اب وبتعرف تحط لنفسها. هقولك النهارده ايه ان شاء الله اللي هتحتاجيه من غير مبالغه. في الفيديو اللي فات انا قلت الاساسيات، فعشان ما اطولش عليكم هكمل لكم هنا اللي هتحتاجوه. وطبعا ما تنسوش ترجعوا تتفرجوا على الجزء الاولاني لان هو مهم جدا. طبعا يا جماعه انا بعتذر جدا برضو عن صوت المروحه، معلش نستحمل مع بعض. المره دي حاولت اظبط الاضاءه على قد ما اقدر، قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. وان شاء الله قريب برضو اظبط الصوت علشان المروحه ما تبقاش باينه قوي يعني، لاني طبعا مش هعرف اقفلها. انا عايزه اقول لكم ان دي تاني مره اصور الفيديو اصلا، لان انا كنت اكتشفت بعد ما كنت اصلا خلاص خلصت الفيديو ان انا ما شغلتش الاضاءه. طيب هنبدا باول حاجه طبعا الفاونديشن. انتي المفروض ان انتي مثلا تجيبي 2 فاونديشن. لو انتي متعوده ان انتي تنزلي كل يوم بفاونديشن، فان انتي تجيبي واحد يومي يكون خفيف، والتاني تجيبيه مثلا يكون الكفرج بتاعه تقيله شويه. ده من جوسي بيوتي اهو للمناسبات. هو معلش الكاميرا عندكم مقلوبه، فعشان يبقى عندك حاجه الكفرج بتاعتها تكون تقيله تنفع معاكي في المناسبات. والكونسيلر برضو نفس الكلام، هتجيبي 2 كونسيلر، واحد يكون برضو الكفرج بتاعته تقيله للمناسبات، وواحد تاني يكون خفيف زي مثلا بتاع فيك علشان يكون يومي معاكي، ما يتعبكيش تحت عينيكي يعني. ده طبعا لو انت عندك حالات. بالنسبه بقى للحالات برضو هتجيبي كونسيلر يكون اغمق من درجتك، وممكن تجيبي اصلا الكونسيلر ده يكون اللي هو بقى نوع خفيف، مش لازم تجيبي حاجه هاي كفرج يعني او ميديوم كفرج، هاتيه لايت علشان ما يتعبكيش عينيكي، وعشان تقدري ان انت تستخدميه كل يوم عادي تحت الكونسيلر الاساسي بتاعك الخفيف. طبعا احنا بقى بنحط الميك اب وبنحب نحط ميك اب وفاهمين فيه وكده، فمش هننسى البرايمر. البرايمر دوت كان من ايفون، هو على فكره حلو يا بنات. كده هو الكلام عندكم مقلوب، بس يعني هو ده من ايفون وحلو قوي وسيليكون كده. بالنسبه بقى للبودر علشان نثبت بيها الميك اب هتحتاجي تجيبي 2. هتحتاجي تجيبي اللوس باودر والكومباكت باودر. انا اللوس باودر فرجتها لكم في الجزء الاولاني، ممكن تبقي تروحي تشوفيه هناك. ودي بتاعت نوت، دي الكومباكت بتاعت نوت. محتاج طبعا الكومباكت علشان الفينش بقى يكون حلو وتكوني مظبطه الدنيا، ولو في حاجه مثلا تصلحيها وكده. بالنسبه للباليتس ممكن تجيبي 2 باليتس. ممكن تجيبي مثلا اللي هي واحده على بنيات كده، دي من ويت ان وايلد، وديت من روبي روز على كشمير. ممكن تجيبي مثلا باليت كبيره قوي اللي هي بتكون مجمعه الوان كتير، وتريحي دماغك خالص وتبقي عندك كل يعني الوان بزياده كمان. بالنسبه للاكحال طبعا هاتي الكحل الاسود، وممكن تجيبي كمان اكحال ملونه، وهاتي كحل نوت ده لو بيليق على عينك كنت تستخدميه يعني. الاتنين دول انا كنت جايباهم من ريميل وحلوين قوي. بالنسبه بقى للبلاشر ممكن تجيبي بلاشر كريمي. انا جبت البلاشر دوت من عند شي جلام اهو. ده من عند شي جلام. انا عشان بحب الكشميرات والبينكات والحاجات دي فجبت اللون ده الدرجه ديت. انتي ممكن بقى تجيبي باليت فيها كذا درجه، على كشميرات وعلى خوخي والكلام ده كله يكون كريمي. وكمان تجيبي بقى باليت تانية تكون مجمعلك الالوان الباودر. مثلا انا ديت عندي من ايفون برضو فرجتها لكم في الجزء الاولاني تمام. وعندي واحده تانية بتاعه ان دي مديه شويه على فخريات وكده، بس انا بستخدمها اكتر كونتور يعني. والكونتور بقى نفس الكلام يعني، عايزه تجيبي كونتور هاتي مثلا كونتور كريمي، باليت برضو تكون فيها كونتور كريمي، وباليت تانية تكون فيها الباودر. وممكن لو انتي مش بتحبي تعملي كونتور قوي تستغني اصلا عن الكريمي خالص وتجيبي الباودر. كان في كده بتاعه ايسنس، هبقى اشوف لكم صورتها واحطها لكم برضو فوق هنا. دي حلوه قوي قوي يا جماعه. طبعا مش هننسى الفيكس سبراي. بصوا ده من عند مارك من ايفون برضو حلو قوي. ممكن تجيبي كمان بتاع ايسنس، وممكن تجيبي بتاع الايجر دوت وبتاع ايسنس، سعرهم جميل قوي، سعرهم حلو يعني. ونيجي بقى لأهم حاجة بتدي اللوك بتاعنا حاجة فظيعة كده وبتخليه جميل قوي، الرموش يا جماعة. الرموش انتوا يعني عذرا طبعا على المنظر. بس بصوا دي كلها انا كنت جايباها كلها نفس الرمش، مش فيها اشكال مختلفة، هي كلها نفس الحاجة. ودي كانت برضو من شي جلام كلها برضو نفس الرمش. انت بقى ممكن ان انت تجيبي باليت برضو او ست كده على بعضها تكون فيها كذا شكل للرمش، او ممكن تجيبي اللي هم الصغيرين دول تجيبي لك برضو كام واحده كده تكون مختلفه. وكده كده اصلا الرموش مش بتترمي على طول، بتستخدم كذا مره يعني،
مش بتستخدم وتترمي على طول. وطبعا هنلزق الرموش بالجلو. الجلو ده يا جماعة بتاع لانيل، احلى جلو جربته بجد، فظيع فظيع حلو قوي. بس اتاكدوا ان انتوا تجيبوا الاوريجينال بتاعه مش الكوبي، لان هو نازل منه كوبي كتير قوي. طبعا البرودكتس اللي انا قلتها ديت فيها حاجات كتير ناقصه، فعشان كده بقولك لازم ترجعي للجزء الاولاني لان هو مهم جدا وهيفيدك جدا. ويا بنات ان شاء الله دي كده كل حاجه الفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واتمنى ان هو يكون مفادكم. يا ريت لو حابين اي حاجه تانية وعندكم اقتراحات تانية تكتبولي في الكومنتس، وطبعا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي.